يا اخي الجزائري، انت قلت لي انت جرد. اذا كنت انا جرد فانت اي هذا فرنسي، بالضبط. وانا اعرف، انا اعرف جدي وارضي وعروبيتي، وانما انت فرنسي ولدتك فرنسا منذ 132 عاما وولدت اجدادك. طيب لحظه يا هم سيدي. فهمت. يا اخي الليبي عندهم مشكله ان يا اخينا فمهم. يا اخينا يا لحظه ياسر، يا اخي يا اخي انت فرحان نعم. بنفسك يا أخي. شيل الكاميرا لما تبدا تتكلم وافتح الصوت لاستخلاف الفريق الاول وتبادل المهام بين قيدي الفريقين، يعني غادر ال 40 شخصا واتوا 70 شخصا هذا محمل. وبدون اي عتاد. في تحميل محملين لكم حاجات على الطائره، شايلين لكم عدس ولا لوبيا؟ مولد كهرباء 21 صندوق ماء يا اخ اسعد. اذا خلاص يا اخي، انت ماذا تريد؟ والله الجماعه مو مقصرين معاكم يا ليبيين، خلاص يا اخي. جابوا لنا عدس افضل يا اخ اسعد. الجزائر اللي يقولون عليها الجزائريين ان اهرامات الجزائر، هل يعقل هذه شكل حضاره او شكل تراث؟ هل يعقل هذا هرم؟ هذا الهرم على فكره من بناه هو حضاره الجرمنت اللي كانت تسكن في ليبيا وعاصمتها سبها في جنوب الليبي. بينما هذه الهندسه المعماريه الفرنسيه في الجزائر يا اخ اسعد، هذه هندسه، هل يعقل ان تكون هذه هندسه معماريه؟ ايش هذا الصور؟ منين جايبها انت هذه؟ هذه قسنطينه في الجزائر يا اخ اسعد. هذا هو الهندسه الفرنسيه. وهم حتى مبانيهم الحديثه عشوائيات، كلها عشوائيات وعلى الجبال وعلى حافه الجبال، ويضحكون على بيوت الطين الموجوده في المغرب. بيوت الطين مثل ما قال لك اخ ياسر هي اكبر من تاريخ بلدك. سيدك الجزائري يتكلم. اسمع. اوسخ بلد. لحظه يا شاهي لو سمحت، يا شاهي لو سمحت. يا اخي شوف، على ماذا تتعالون انتم كجزائريين؟ انت ايضا بلدك من اوسخ بلدان الدنيا يا اخي، انت فكر نفسك من؟ والسابق يقول لي اسيادكم الامارات. يا اخي انت بتعبد فرنسا الذي طحنت من ابوك 1.5 مليون بني ادم. بيجي رئيس فرنسا يشفط تبون شفط، وعادوا بيتكلم على اسياد وما اسياد والامارات. حبيبي ما في شعب يعشق جلاده كما انتم. لو سمحتوا لي فاتحين الميكروفون، خلي يعطيهم درسهم قد نزلوا. يجي يقول لك انا ساتكلم مع اسيادكم الامارات. امارات ايش واي بطيخ واي سعوديه واي. اذا في واحد منبطح لبني ادم فهو انت الذي تقول في حقك يا فرنسا قد مضى وقت الخريط، وفي نفس الوقت لما يجي الرئيس الفرنسي تشفط يشفطه تبون بيشفطه بنايا. يا رجال انتوا عندما يتعلق الامر بفرنسا تنتهي كرامتكم وتنتهي رجولتكم وتنتهي هذا. هي جزائري اسكت يا ليبي، انت تتكلم مع جزائري. يا ريتك تشمخ هذا الشموخ امام الفرنسي الذي انت تشعر امامه بعقده النقص، وانت تعاني من متلازمه ستوكهولم، تعاني من متلازمه عشق الجلاد. طحنوا ابوكم، اهانوا ابوكم، 1.5 مليون شهيد، وما ادري كم عبيط، وما ادري كم بغل، ومع هذا ما زالت اي شيء. هذاك الشعر يا اخي نسيته. الفيزا والفاليزا وماما فرنسا العزيزه، وجي انا في اللايف وانا طبون استقبل ماكرون ولم يستقبل الملك محمد السادس على ارضه. هذا ماذا فعلوا اجداده في الجزائر، وماذا خربوا في الجزائر. يعني هنا تعرف ان هذا العميل اللي على اليمين اجداده اللي على اليسار، فليس لهم تاريخ وليس لهم عمله وليس لهم قوه وليس لهم هيمنه. هذه اهرامات الجزائر اللي يقولون عليها الجزائريين ان اهرامات الجزائر، هل يعقل هذه شكل حضاره او شكل تراث؟ هل يعقل هذا هرم؟ هذا الهرم على فكره من بناه هو حضاره الجرمنت اللي كانت تسكن في ليبيا وعاصمتها سبها في جنوب الليبي. بالله اوريك صوره تشبه لهذا الهرم اخ اسعد. شوف الصوره هذه هي الحضاره متاعهم. اهرامات، عندهم اهرامات. هرمهم يشبه للعصيده الليبيه اللي هي اكله تقليديه في ليبيا يا اخ اسعد. العصيده اليمنيه ايضا. لو تلاحظ الفرق الكبير بينهم، يعني والله العظيم بلدهم خالي من الحضارات وخالي من الثقافات وخالي من التراث وخالي من اي شيء، يعني بلدهم خالي. طيب ماذا يوجد عند الجزائر؟ انا اوريك الصور معماريه قديمه كانت في ليبيا في الجنوب الليبي وهي بيوت الطين، واوريك المعمار الفرنسي اللي موجود في قسنطينه يا اخ اسعد. شوف هذه مدينه اقدامس عمرها 10,000 سنه، موجوده في الجنوب الغربي في ليبيا، وقريبه على فكره من حدود الجزائر. شوف انت الهندسه والمعماريه متاعها كيف يعني، وحتى تحس ان فيها هيبه وفيها سكينه يا شاهين تشبه مدينه عندنا في جنوب اليمن اسمها شبام. المنظر الجوي لها هكذا تماما. قول سير.
تفضل يا شاهين. يعني شوف الهندسه وشوف ويجوها من كل العالم يزورونها لانها منطقه فيها نقوش من عمرها 1000 سنه. بيقطع صوتك يا شاهين. بينما هذه الهندسه المعماريه الفرنسيه في الجزائر يا اخ حسن، هذه هندسه، هل يعقل ان تكون هذه هندسه معماريه؟ ايش هذا الصور؟ منين جايبها انت هذه؟ هذه قسنطينه في الجزائر يا اخ حسن. هذا هو الهندسه الفرنسيه. وهم حتى مبانيهم الحديثه عشوائيات، كلها عشوائيات وعلى الجبال وعلى حافه الجبال، ويضحكون على بيوت الطين الموجوده في المغرب. بيوت الطين مثل ما قال لك اخ ياسر هي اكبر من تاريخ بلدك. طيب اوكي. انا طبعا لا اخ ياسر، الفرقه الجزائريه غادرت ليبيا منذ قليل ب40 شخصا. انا شكل مداخلتي اللي دخلتها عندك وصلت النظام الجزائري. اليوم ارسلوا 70 شخصا من فرق الحمايه الجزائريه ومعاهم 17 كلب بس لارضاء شاهين الليبي وانا على اساس كم زيدوا؟ كانوا 40 40 حرامي. كانوا 40، الان صاروا 70. راح اوريك الصوره اخ سعد ثواني. 70 واحد وما زالت اعمال الاغاثه قائمه. هذه قال لك لاستخلاف الفريق الأول وتبادل المهام بين قائدي الفريقين. يعني غادر 40 شخصا وأتوا 70 شخصا هذا وبدون أي عتاد. في تحميل محملين لكم حاجات على الطائرة. الشايل لكم عدس ولا لوبيا؟ مولد كهرباء 21 صندوق ماء يا أخ أسعد. إذن خلاص يا أخي، أنت ماذا تريد؟ والله الجماعة مو مقصرين معاكم يا ليبيين. خلاص يا أخي. جابوا لنا عدس افضل يا اخ اسعد صراحه. يعني ماذا فعلت الجزائر؟ ما فعلت شيء، ما فعلت شيء. رايت اوكي. طب خليك معي. ياسر سقط للاسف، ياسر سقط. تفضل يا اخي، تفضل عندك. اوكي. انا قبل السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. قبل شيء نقول كاين مثل يقول الطيور على أشكالها تقع. فنحن كراكم اللمة وهذا ما اسمه شاهين الليبي، هذا باين من مرتزقة تاع وزيرة الخارجية اللي كانت حابة تجيب إسرائيل، اللي كانوا للتطبيع. هذا ما نستغربوش كي يبدا يتكالب كيما هكا على الجزائريين ويأكل فيهم كالضبع المريض. ثانيا الجزائر إن ردت فلا ترد على يا أخي لو سمحت، يعني لماذا لا تتكلم بلغة شوي أرقى حتى نسمعك وتكون العبارات كذا مهذبة حتى لا تستفز الآخرين يدخلوا فيك ويقولوا يا أخي أنا نرد بنفس المستوى اللي راه يتكلم عندك. المرتزقة اللي راه ما عندك يتكلموا به أنا نتكلم به. حبيبي لو سمحت، أنا يا أخي يخاطبني السفيه بكل قبح فاكر أن أكون له مجيبا. أنا ابن الملوك وأنت ابن فرنسا. لحظة يا أخي لو سمحت يا أخينا الجزائري، أنت الآن يستمع إليك الناس. أخي اطرح قضيتك بطريقة محترمة ووري الناس اخلاقكم، وري الناس انه عندكم حجه. اخلاقكم هي اللي تظهر اسعد. رانا نشوفوا فيكم تقولوا السوء، تقولوا كلمات بذيئه. رد يا اخي. ما حدا نهضر اذا نتكلم بنفس الاسلوب وبنفس المستوى. لا يا اخي والله العظيم اللايف جميل من اول. اسمع انت راه اصبح اللايف نتاعك وكر للعملاء والناس الرذالة والحثالة. دليل على الليبيين الذين قاموا، دليل على الليبيين. إذا أنت من الحثالة لأنك موجود في القسط يا أخي الجزائري. إذا هذا البث الحثالة فأنت حثالي لأنك موجود معنا في البث. اسمع، دليل على الليبيين الأحرار اللي قاموا وقفة رجل واحد ضد هذا الخبثاء. لو سمحت أدب قر. أنت تريد مداخلة ولا جيت تعمل مشكلة؟ نعم. انت تريد مداخله؟ انت عندك شيء؟ عندك حمايه؟ انا قم ودخلت لك انت قاطعتني. اخرى حاول توري الناس الان يشوفوك كثير ناس، وري الناس
عقلية الجزائري وطرح الجزائري الراقي. يلا تفضل. لا اسمع، عقليه الجزائري انا ما يشوفهاش شوف عديم الشرف لا يعرف للشرف في الطريق، ما يقدرش يستوعبها. عقليه الجزائري يستوعبوها الشرفاء، لكن الانذاء اللي يبيعوا انفسهم ويبيعوا اعراضهم هذا ما صوتك يقدرش صوتك يستوعب عقليه مشوش الجزائري. حبيبي، صوتك صوتك مشوش، صوتك تشويش، ما مو واضح صوتك. قدرة إلهية. هذا بسبب قوة اتصالات الجزائر أخ أسعد. هناك ضغط على الشبكة الجزائرية في الإنترنت بسبب قوة الإنترنت في الجزائر. بارك الله فيك. لحظة خلني، هذا الأخ عنده مشكلة في الاتصال وما مجمع ولا هو عارف ماذا يقول. خلني نشوف هذا قسطنطين، ربما قسطنطيني أرى فيه شيء يقوله. تفضل يا أخينا قسطنطيني. السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبا. والله غير نعاود البيت اللي قالوا صديقي او صاحبي اللي قبلك، الطيور على اشكالها تقع. اليمن شبه دوله وليبيا شبه دوله، يضحكون على الجزائر بلد بحجم الجزائر يعني. والله هذا شيء من المضحك يعني. قال لك عيش واسمع، سبحان الله. رحت ليبيا في 1995، عباره اوسخ بلد شفتو في حياتي. يضحك على الجزائر، يضحك على الجزائر. اخي حالي يا ثوار الناتو، ما تحشموش. جبتوا الناتو باش حرروكم من القذافي، استعنتوا بفرنسا، ما تحشموش. تضحك علينا احنا اسيادك يا اخي. انتوا دخلتوا احنا جينا نساعدوكم، جبنا الحمايه، جبنا الحمايه وانتم تضحكوا علينا 40 كلب. بقلتي امشي. اخ اسعد يعني قال لي ان زرت ليبيا في 95 وان ليبيا كذا وكذا وكذا. ليبيا ماذا كانت قبل 95؟ انت اصلا ماذا كانت بلدك في 62 وال 95؟ انت بلدك في 92 كان عمرها 30 عام، ليبيا ذاك الوقت كان عمرها 50 عام. يعني انت احمد ربي ان ليبيا كانت دوله مجاوره ليك، وانك تتشرف ان ليبيا كانت دوله مجاوره ليك. ليبيا تاريخ اكبر من تاريخ بلادك. لحظة يا اخي، انا بصراحه ايقنت الان ان هؤلاء الناس لديهم اعاقات ذهنيه، عقولهم مو سليمه، عندهم امراض نفسيه، عندهم امراض الكره الارضيه وحبوب وبلاوي. ولا واحد منهم يستطيع يطلع يا جماعه يدخل في الكلام يقول السلام عليكم حياكم الله اخواني الكرام وان اختلفنا ويدخل ولا سمعنا منه الا كلام فاضي. طيب ابقى يا شاهين، خلني اشوف شاي القافله طلع وراكب حمار، ما ادري على أعطيني دقيقة مداخلة على السريع. ايش هذا؟ أنت وعد الحر بين عليه. ايوه طلبت مني أغنية يمنية، سأغني لك أغنية يمنية. هات. ايوه. أحتفل بالجرح، أحتفل بالجرح، أحتفل بالجرح في ديك استعمارك، أحتمل بالجرح في ذكرى استقلالك، لكن ما في استقلال، ما في استقلال. أبو بكر سالم. لا مو يمنية والو هذه. ايه صوت، اعتذر على الصوت. انا زدت لك صوت. يا اخي الجزائري، انت قلت لي انت جرد، اذا كنت انا جرد فانت فرنسي، وانا اعرف جدي وارضي وعربيتي، وانما انت فرنسي، ولدتك فرنسا منذ 132 عاما وولدت اجدادك. فهمت يا اخي. الليبي عندهم مشكله ان يا اخينا يا لحظه ياسر، يا اخي انت فرحان بنفسك يا اخي. شيل الكاميرا لما تبدا تتكلم وافتح الصوت والصوره. اوكي اغرب ايوه، لما هكذا يعني فرحان لي بنظاره شمسيه موديل 50. هم يا اخي شاهين اذانهم لا تسمع افواههم. هو يسمع بس الناس لما تسبه، بس هو لما يسب الناس وينقص من الناس. طيب كيف يتكلم يعني؟ لحظة، ديانة الأمازيغ الأولى اليهودية. نعم أقولها وأنا أمازيغي. نعم، ديانتنا قبل أن نعتنق الإسلام كانت الأمازيغية والمجوسية، كنا عبدة النار. وكيف دخلتوا أنتوا الإسلام؟ الحمد لله، لما جاء الإسلام كنا أول المعتنقين للإسلام، لأننا كنا نتوق إلى ديانة مثل الديانة الإسلامية.
الحمد صح لله. يا أخي أسعد أن كانت دول شمال أفريقيا يسكنها الأمازيغ والصوفيين واليهود، وبعدين يعني في دول طردتهم لما دخل دين أول مرة الإسلام أنا وكذا. معلومة جديدة أن الأمازيغ ديانتهم الأولى كانت اليهودية نعم، والمجوسية. وأنت إن ذهبت إلى المغرب سأريك. نعم، ممكن ألتقي معك ونذهب إلى زيارة المقابر اليهودية الأمازيغية القديمة جدا. أمازيغ يهود. اليهود لحد الآن يسكنوا في وهران في الجزائر لحد الآن، ويمارسون طقوسهم داخل البيوت باعتراف يعني رجال من الجزائر. يلا خلي يا ياسر كمل يا ياسر كمل مداخلتك. أما الكلام، شوف، أما الكلام عن بيوت الطين فيعني المتكلم معك ليس جزائري، ولا يجمعه مع الجزائر لا خير ولا إحسان، بأن من لا يعرف تاريخ بلده ولا يعرف أن منطقة القبائل والأطلس المتوسط سيان في البناء لا يختلفان، طريقة البناء واحدة، الطين والخشب لا يختلفان. الأمازيغ لا في المغرب ولا في المغرب، لا في الجزائر منطقة القبائل ولا في المغرب نفس الطريقة في البناء. إذن هاد الناس يجهلون حتى ما يتوفر عليه بلدانهم، ولكن نحن نفتخر بأن هناك عندنا بيوت طين داخل الأطلس. فالعيب والعار أن تكون عندك ساكنة المجاري، ساكنة المجاري في الجزائر العاصمة، وهذا في برنامج بقناة النهار ليس من عندي، أنا لا أتبلى عليك. ناس تسكن في المجاري، ناس تسكن في الأقبية، ناس تسكن في دور الصفيح. واليوم نحن الحمد لله بمدينة الدار البيضاء نعلن عن انتهاء دور الصفيح، 99% انتهت دور الصفيح، محاربة دور الصفيح. والآن نحن الحمد لله عندنا ما يسمى بالسكن الاقتصادي، يعني على الأقل كرامة المواطن المغربي. أنت تتكلم عن دور الطين في الأطلس وأنت عندك سكان يعيشون في المجاري، سكان يعيشون في الأقبية، أقولها وأكررها. وهذا ما كان يحتج عليه مذيع صحفي جزائري في قناة جزائرية. إذن هذه الجزائر التي يحكمها رجل يقول إنه سيصفي 300 مليون متر مكعب و300، فهو يتكلم على تصفية 300 مليون يعني متر مكعب. هذا مليار يعني مليار. هذا الشيء أنا أحب أن أبارك للشعب الجزائري لأنه راح يذهب إلى فرنسا سيرا على أقدام إن شاء الله، وليس عن طريق القوارب. البحر الأبيض المتوسط. طيب يا ياسر، احنا الحمد لله بعدما أغلقوا المجال الجوي سنعلن عن مسار، يعني هذا المسار الدولي للشاحنات يعني في البر، يعني بيصير عندنا بر ما بين الجزائر ما بين المغرب وتونس وليبيا الحمد لله، بعد ما سيقوم تبون بشفط مياه البحر. أنا والله أستحيي في مكانكم، أقسم بالله العلي العظيم، لأنكم تحسبون على شمال إفريقيا. وأزيدك آخر ما أقول أن الأمريكان يعني أذكياء، وتعرف سر ذكائهم يا أسعد، الأذكياء أنهم أعطوا لتبون الكلمة on the break time. you say in the break time، لما كان وقت الاستراحة أعطوه الكلمة حتى لا تصير فضيحته بقلاقل. يعني هم أذكياء ورفقا بتبون. تحياتي.